إجابة أي سؤال مقابل عملة نقدية واحدة. بيشوف بيتر الجملة دي على خيمة العرافة فيحتار يدخل ولا يروح يجيب أكل. ده مش معاه غير عملة واحدة بس، لكنه بيقرر يرضي فضوله ويلاقي إجابة لسؤاله. لكن يا ترى إيه هو السؤال اللي يخلي بيتر يضحي بكل اللي معاه علشان يعرف إجابته ده؟ أنا هقولك. فيلمنا بيبدأ بعرافة بتحكي لنا قصة مدينة بلتيز اللي كلها سحر في سحر، وبيكون أهل مدينة بلتيز عايشين مبسوطين سوا لحد ما الحرب بتقوم وحل المدينة كله بيتشقلب وبيغطي المدينة غيوم مرعبة. بنيجي بقى لبيتر الولد اليتيم، رباه من صغره جندي عجوز اسمه فيلنا على إنه يكون برضه جندي زيه. فيلنا بيدي بيتر عملة علشان يروح يجيب ليهم أكل، لكنه في الطريق بيلاقي خيمة مكتوب عليها إجابة أي سؤال مقابل عملة نقدية واحدة. وبعد تفكير بيقرر يدخل يشوف الكلام على إيه. بيتفاجئ لما بيلاقي واحدة بتقوله ولي أمرك فيلنا لوتس هيتضايق لو روحت من غير عشاء. بعدها بتقوله يوم واحد من غير عشاء ولا تعيش باقي حياتك مش عارف إجابة السؤال اللي في دماغك. وتفكروا العرافة إنه عملة واحدة بس يعني سؤال واحد. فبيحكي لها عن حياته وإن أهله ماتوا في الحرب وأمه كانت حامل. فبتقوله العرافة إنها عارفة إن أخته عايشة وإيه السؤال اللي عايز يسأله. بيفكر بيتر وبيقول لها إزاي أقدر ألاقيها؟ بتقوله اتبع الفيلة. فبيستغرب وبيقول لها أنتي بتسخري مني، ولكنها بتعيد تاني الجملة وبتقوله اتبع الفيلة. بيرجع بيتر لبيته وبيقعد فيلنا يزعقله ويقوله يعني مفيش عشاء النهاردة علشان سيادتك رحت العرافة. فبيقوله إنها قالت له إن أخته عايشة. فبيقوله فيلنا إنهم ماتوا وإنه أنقذه ورباه هو ده اللي قدر يعمله. وبيحكي له قصة الجندي دي شميت اللي كبر على إيده وكان مصدره الكتاب ده. وبيقول له النهاردة أنت اتحكى لك قصة خيالية زي أي قصة موجودة في الكتاب اللي في إيدي ده ومفيش أفيال. نروح بقى سوا لليو ماتيين ومراته جرام بيتر واللي بيزعجهم بيتر بمشيته العسكرية. فبينادي عليه ليو وبيقول له بيتر المشيات العسكرية مش بتبقى موجودة في وقت العشاء. بيحكي له بيتر على اللي حصل معاه طول اليوم. وفي مكان تاني من البلد بيكون في عرض افتتاحي لساحر بيحاول يبهر الناس لكن الناس زهقانة. الساحر بيقرر إنه هيعمل تعويذة قوية يحاول يرجع بيها الأمل والحياة تاني للمدينة. وفجأة يقع فيل كبير على رجل الست المتطوعة. يا شيخ يا ريتك ما فكرت تبهر حد. وبنرجع لبيتر اللي بيحلم بأخته الصغيرة وبيصحى وبيقرر إنه هيروح تاني للعرافة، لكنه مش بيلاقي الخيمة وبيقولوا له ما كانش فيه خيمة أصلا. وهو بيسأل سمع الناس في السوق بيتكلموا عن ظهور فيلة وبيعرف إن الفيلة في السجن هي والساحر. بيفرح بيتر لأن أخته كده لسه عايشة وبيقابل ليو ماتيه اللي بيقرروا إن هم هيساعدوا بعض علشان خاطر يلاقوا الفيلة. نيجي لليو تاني اللي خلاص داخل قصر الكونتيسة وبيسألها هي الفيلة فين وإنه دوره كقائد حرس القصر لازم يعرف مكانها. كل اللي في القصر بيكونوا عاوزين يتخلصوا من الفيلة وبيطلبوا من الساحر يخفيها تاني بس هو مش قادر يعمل ده. فبيحاول ماتين يعمل أي حاجة علشان ما يقتلوش الفيلة وبيبعت جواب للملك اللي عمره ما زار بلتيز واللي بيموت في أي حاجة فيها مرح ولعب ودماغه طاقة منه شوية. فأول ما بيعرف الملك باللي حصل بيقتله الفضول وبيبقى عايز يروح يشوف الفيلة. وبيقابل ليو ماتين ويقول له إنهم اتفقوا إنه يساعده وإنه كمان جاي ياخده وبيجهزوا نفسهم علشان يدخلوا القصر. يبدأ الحراس يظهروا الفيلة ويشيلوا الغطا اللي عليها علشان يظهر فيلة ضخمة شكلها ساحر وكلها ألوان. وبيجوا الحراس علشان يضربوا عليها نار لكن بيتر بيصرخ ويقول لهم لأ. لكن بيتر بيقف قدامهم وبيحط لها جردة المية وبتاخد الفيلة من المية بزلمتها وترش على جسمها كله وبيكون باين عليها الفرح وإنها ممتنة لبيتر علشان قدر يساعدها. وبنيجي بقى للكونتيسة اللي بتشكر بيتر وتقوله إنها حابة إنه يفضل في القصر ويعتني بالفيلة بتاعتها. بس بيتر بيرفض وبيقول لها إنه محتاج الفيلة دي علشان هي اللي تقدر توصله لأخته. فبيقرر الملك إن بيتر يمر ب3 مهام مستحيلة في ال3 أيام اللي هو موجود فيهم ولو نجح فيهم هيقدر ياخد الفيلة، لكن لو ما قدرش فالملك هو اللي هياخدها معاه وهو مسافر. ويقرر الملك أول مهمة مستحيلة وهي إن بيتر هيقاتل أكبر وأعنف الجنود وبيديله الملك السيف بتاعه. في الجزء التاني من البلدة وفي ملجأ بنات بتظهر بنوتة صغيرة نايمة على سريرها وبتحلم برضو بفيلة. بتروح للمربية بتاعتها وتقول لها الحلم. فالمربية بتقول لها يا أدل الأحلام بالأفيال حاجة كويسة ومبشرة بالخير. فبتكلمها أدل وتقول لها بس أنا حسيتها عايزة تاخدني مكان معين. لكن المربية بتقول لها العالم بره مكان قاسي وإنهم في الملجأ في مأمن
عن أي حاجة لأن العالم بره قاسي، فتسكت أدل وبتنام. نرجع بقى لبيتر اللي بيتفاجئ لما بيشوف الخصم بتاعه وبيشوف ضخامته، وبيتفاجئ أكتر لما بيسمع اسمه دي شميت. فاكرينه الجندي اللي كان بيحكي عليه فيلنا في أول فيلمنا؟ أول ما بيسمع بيتر الاسم بيجري ويحاول بيتر يستخبى، وبيدخل بيتر البيت ويقدر ياخد الكتاب من الدولاب، وبينزل على طول وبيقابل الجندي دي شميت اللي بيحاول بيتر يظهر له الكتاب علشان ما يقتلوش، وبياخد باله دي شميت من كتابه ويسيب السيف ويفتكر مامته. نرجع بقى لأدل اللي بتعرف إن في فيلة بدأت تظهر في المدينة، وبتتكلم مع مربيتها وتقول لها نفسها تروح تشوفها وإن دي تعتبر علامة، وبتوافق المربية على إنهم يروحوا. بيفتكر فيلنا نفسه لما كان جندي في الحرب وإنه دخل البيت علشان يطلع الناس اللي فيه، فلقى ست معاها بنت رضيعة وولد صغير، وطلب منهم إنهم يخرجوا من المكان ده علشان ما يتأذوش. فتطلب منه الست إنه ياخد الولد ويطلع، وهي هتجمع حاجة الرضيعة وهتطلع وراه. بيوافق الجندي وبياخد الولد ويخرج بره البيت، وأول ما يطلع بيتفاجئ بقنبلة اترمت على البيت فجرته. فبيندم فيلنا إنه ما خدهمش كلهم بره وساب الست ومعاها الرضيعة. في نفس الوقت بتفتكر مربية أدل إن الولد كان معاها هو والرضيعة، وإنها ما كانش لازم تسيبه لأنها فكرته مات برضه. ندخل بقى على المهمة التانية. بيمشي بيتر فوق المبنى وكل الناس متابعاه وخايفين يقع تتكسر رقبته، وفجأة بينط من المبنى وبينقذه منطاد كان معاه في الشنطة، ويفرح الناس بنجاح بيتر ويضحكوا. دي هي المهمة التانية بتاعتنا، وهي إنه بيتر يطير. نيجي بقى لمهمتنا التالتة والأخيرة، واللي اختار الملك إنها تكون إن بيتر يحاول يضحك الكونتيسة. نيجي بقى لأدل اللي وقفت قدام الفيلة وبتقول لبيتر أنا ممكن أكتب لك نكتة تساعدك، فبيضحك. دخل مربية أدل وبتاخدها وبيمشوا. بيرجع بيتر وبيتكلم مع الفيلة، وبعد ما بيلعب معاها شوية بينام وبيحلم بيها وهي بتلعب مع أهلها وكانت مبسوطة جدا. بيحس بيتر في الحلم إن أهلها كانوا وحشينها، ولما بيصحوه ليه ومراته علشان يستعد بيتكلم بيتر مع الفيلة وبيقول لها أنا كنت مفكرك إنك هترجعيني لعيلتي، بس شكلي كده أنا اللي هرجعك لعيلتك. بيقول بيتر النكتة بتاعته، واللي لما بتسمعها الكونتيسة بتعمل نفسها بتضحك علشان ما تكسرش قلبه، وده بيضايق الملك. بيقف الزمن والعرافة بتيجي وبتحاول تعمل حركة علشان تساعد بيتر، فشالت قطة وحطت عليها شوية فلفل، وهوب رجع الزمن تاني. ووسط ثورة الفيلة اللي من خوفها بتشم ريحة الفلفل اللي على القطة، فبتعطس في وش الملك وبقى شكله يموت من الضحك وهو قاعد كده جنب الكونتيسة ومبلول. وأول ما شافته الكونتيسة ماتت من الضحك وكل الناس ضحكوا. فقرر الملك أخيراً إن الفيلة ترجع مع بيتر. بتسأل الملكة إزاي هيرجعوها، فبيتر بيقرر إن الساحر هو اللي هيرجعها مكانها. لما وصل الساحر علشان يرجع الفيلة لموطنها، وبيتر بيكون حزين علشان خلاص مش هيشوفها تاني. ولما الساحر بيلاقي إن الناس مؤمنة إنه هو هيقدر فعلا يرجعها تاني لعيلتها، بيبدأ يقول تعاويذ وبرطمة تاني لحد ما هوب الفيلة اختفت فعلا. والله يا جماعة احنا لما حد بيثق في قدراتنا بنعمل اللي ما بيتعملش. بتظهر الشمس من تاني وبيتر وأدل بيتقابلوا تاني، لكن مربية أدل بتيجي وبتاخدها علشان يرجعوا. لما بتبص المربية على وش فيلنا بتفتكره على طول، وهو كمان بيفتكرها، وبيتنحوا كده لبعض. وفي الآخر بيعرف بيتر وأدل إنهم إخوات، وبيحضنها زي كل النهايات السعيدة، وبيعيشوا كلهم سوا فيلنا والمربية وبيتر وأدل مع ليو ماتيه ومراته في بيت مليان حب ودفى وحنان، وبيعم الخير على كل اللي في البلد، وهم عايشين في بهجة وأمل. أما فيلتنا الحلوة فهتعيش حياة طويلة واللي عمرها ما هتنسى بيتر فيها أبدا.